يشير خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن ثروة الجزائر تعادل ثروة تونس والمغرب معا، حيث يبلغ الاحتياطي النقدي الجزائري حاليا 155 مليار دولار. وحصلت الجزائر منذ عام 2000 على أكثر من 600 مليار دولار، وصرفت منذ عام 99 أكثر من 200 مليار دولار، وستنفق نحو 285 مليار دولار حتى عام 2014. أرقام خيالية، لكنها لا تعني شيئا لشعب فقير في بلد غني تدفع به الأوضاع أحيانا للأكل من القمامة كما يقول مراقبون. أما بالنسبة للخبراء الاجتماعيين فالمسألة واضحة المعالم. لا يمكن لشعب أن ينعم بخيرات بلاده في ظل فساد منتشر من قمة الهرم إلى قاعدته. يحيى بنوار مدير إذاعة كلمة، وهي إذاعة محظورة في الجزائر، يكشف لنا عن خفايا النظام الجزائري الذي يحكم البلاد والعباد بقبضة من حديد منذ 50 عاما، ويشرح لنا كيف استطاع الرئيس بوتفليقة أن يستولي على الحكم بفضل صفقة عقدها مع جنرال توفيق رئيس المخابرات الجزائرية تضمن لكل منهما البقاء في السلطة مدى الحياة. وعلى ضوء هذه الظروف التي لم يعد يطيقها الشارع الجزائري، يجزم يحيى بنوار أن ما حدث في تونس وفي مصر لا بد وأن يحدث في الجزائر آجلا أم عاجلا. Monsieur Bonnoir, bonjour et merci d'être avec nous. أهلا بك معنا. Bonjour. Monsieur Bonnoir, qui dirige l'Algérie? من الذي يحكم الجزائر؟ العسكريون بوتفليقة أم الاثنان معا؟ ومن المسؤول عن الوضع السائد حاليا؟ الاثنان. العسكريون هم الذين أتوا ببوتفليقة، وعلينا أن نتذكر بأن بوتفليقة لم يتم اختياره من قبل الشعب الجزائري. لقد استقر في منطقة الخليج العربي منذ 20 عاما، وعندما احتاج العسكريون لأحد من أجل تسويق الاتفاق الذي تم إبرامه مع الإسلاميين أتوا ببوتفليقة. وبوتفليقة لم يناضل ولم يلتقي الشعب الجزائري، كما أنه لم يحارب إلى جانب هذا الشعب، لذا فهو لا يستحق مكانه الذي يرجع الفضل فيه إلى العسكريين الذين جاءوا به. لهذا فالعسكريون لهم جزء كبير من السلطة، لأنهم هم الذين اختاروا نيابة عن الشعب من يحكمه. كذلك فحيث أن العسكريين هم الذين أتوا ببوتفليقة إلى السلطة، فهو ليس لديه قاعدة شعبية بسبب عدم وجوده في البلاد، فهو ليس برجل سياسي تقليدي ناضل وكافح من أجل الوصول إلى رئاسة الجمهورية، فهم الذين جاءوا به وهو يعلم هذا، وكان عليه أن يعمل على إقامة قاعدة وأتباع سياسيين، فجاء بأصدقائه الذين نصبهم في الوزارات المختلفة ولا سيما وزارة الطاقة، حيث تم إدارة شؤون البترول الذي يمثل نسبة 98% من موارد الجزائر، كما نصب أصدقائه في مواقع أخرى وخلق بذلك أتباع سياسيين من رجال الأعمال. وبدلا من أن يحيط نفسه بالكفاءة والكوادر، التف حوله أناس دون المستوى اشترى ولاءهم. تقول أن العسكريين هم الذين أتوا به. هناك من يقول أن الجيش الجزائري نوعان، جيش شعبي طيب ونوع آخر يشكل ما يسمى المكتب الأسود لكابين نوار، فماذا بالأمر؟ هم أولئك الذين أتوا به فيما مضى، لقد كانوا حفنة من الجنرالات الذين كانوا يحكمون الجزائر. إذن هؤلاء هم المكتب الأسود؟ لقد تغير هذا، كان هذا هو الوضع عندما أتوا ببوتفليقة. كانوا عددا محدودا من الجنرالات الذين يحكمون الجزائر منذ أواسط الثمانينات وأتوا به، وكان أهمهم وأقواهم الجنرال العربي بالخير والجنرال خالد نزار الذي كان وزيرا للدفاع، والجنرال محمد العماري الذي كان رئيسا للأركان ورئيسا للمخابرات، وكذلك الجنرال محمد مدين المسمى بتوفيق. محمد مدين دي توفيق. تلك الحفنة من الجنرالات هي التي كان بيدها القرار،
وفي تلك الأثناء قام بوتفليقة بتغيير الوضع، حيث أحيل 2 من هؤلاء الجنرالات إلى التقاعد، وهما وزير الدفاع نزار ورئيس الأركان العربي بالخير، وهذا الأخير كان أقوى هؤلاء الجنرالات، فتوفي بعد تهميشه ومرضه. ولا يتبقى الآن سوى واحد فقط، ولكنه يتمتع بنفوذ قوي، وهو الجنرال توفيق رئيس المخابرات الجزائرية. وأود هنا أن أوضح أن المخابرات في الجزائر ليست كمثيلتها في البلدان الأخرى، ومن حق الجزائر أن يكون لها بالطبع جهاز مخابرات للخارج كما هو الحال في بلاد العالم. أنت تقول أن رجلا واحدا يتحكم في هذه السلطة الواسعة هو جنرال مدين أو توفيق. من هو ولماذا يحاط بسرية مطلقة؟ ما اسمه بالكامل؟ من أين أتى؟ ولماذا هو على هذه الدرجة من الأهمية؟ اسمه محمد الأمين مدين المعروف بتوفيق. وإذا ما قلتم محمد الأمين مدين فإن 80% من الجزائريين لا يعرفونه، ولكن إذا ما قلتم توفيق فالكل يعرف أنه أقوى رجل في الجزائر والذي يتحكم فيها بصورة سرية، وآخر صورة له ترجع ل30 عاما مضت. إنه مثل الشبح الذي لا يراه أحد، ولكن يعلم الجميع بمدى نفوذه وقوته. لقد أتى من المخابرات التي خدم فيها طوال حياته. يبلغ من العمر 73 عاما، فهو التحق بالمخابرات غداة الاستقلال عام 62، وكان ضمن أول دفعة تم إرسالها للتدريب في جهاز المخابرات بالاتحاد السوفيتي، ولهذا فقد أمضى حياته المهنية كلها في الجزائر. وفي نهاية الثمانينات لم يعد يتفق كثيرا مع رئيس المخابرات في تلك الحقبة، والذي كان يرغب في إبعاده، إلا أن العربي بالخير الجنرال القوي ألحقه برئاسة الجمهورية، وفي عام 89 تم تعيينه على رأس المخابرات، وهو المنصب الذي ما زال يشغله منذ 21 عاما وحتى الآن. وأنا أعتقد أنه الوحيد في العالم الذي ظل في مثل هذا المنصب لأطول فترة. ولكن يقال هذا سر قوته، فهو يتحكم في جميع أجهزة المخابرات من داخلية وخارجية وأمن القوات المسلحة والبوليس السياسي. وهل بوتفليقة مجرد رجل ضعيف، مجرد واجهة، أم هو فعلا مشارك في السلطة؟ لقد نجح بوتفليقة في إعادة توازن تلك السلطة لصالحه، منذ كانت تلك الحفنة من الجنرالات ورئيس المخابرات هم الذين لديهم كل السلطات تقريبا، في حين لم يكن السياسيون سوى واجهة أو فترينة مدنية. واستطاع بوتفليقة إعادة التوازن لصالحه، وكما سبق أن قلت فإن بعض الجنرالات أحيلوا للتقاعد، في حين توفى من كان أكثرهم نفوذا. ما هو رأيك في الذين يرون في السيد بوتفليقة رجل أعمال أكثر من أن يكون رجل دولة؟ إنه رجل سلطة وليس رجل دولة، فهذان شيئان مختلفان. إنه رجل سلطة لا أكثر. إنه رجل أضاع فرصة تاريخية حين جيء به ثانية إلى سدة الحكم حين أعاده العسكريون، فهذا يفسر ذاك. فبدلا من أن يعتمد على ما هو صحي في المجتمع الجزائري، اعتمد على ما هو مفسد، على الفاسدين واللصوص وعلى الفساد. ففي حكم بوتفليقة نما الفساد بوتيرة لم تعهدها البلاد من قبل، وذلك بحماية من الأجهزة الاستخباراتية بما لها من سلطات، والتي تقوم بمراقبة المجتمع وتكفل بذلك طمأنينة النظام. بالتالي فبوتفليقة يتمتع بسلطة كبيرة أكثر ما تمتع به، ربما باستثناء مدين، أكثر ما تمتع به أي رئيس جمهورية آخر. كما قلت فإن بوتفليقة ليس له أولاد ولكن له أشقاء، فما هو تأثيرهم؟ لأنه من الواضح أنهم كذلك يمارسون أحدهم السلطة. على وجه الخصوص وهو سعيد بوتفليقة شقيقه، الذي كانت حتى ثورة تونس وثورة مصر كانت هناك إشاعة بشأنه، ولكن في واقع الأمر كان الناس في الجزائر يعلمون أنه يستعد لخلافة شقيقه عام 14 أو في حالة وفاته، حيث أن بوتفليقة يبلغ من العمر 64 عاما وهو مريض. لذلك فإنه كان يعد شقيقه ليخلفه، كما لو كانت الجزائر ضيعة خاصة أو جمهورية ملكية.
سنعود بعد قليل إلى السبب الذي أدى إلى هذه الحالة. وعلينا هنا أن نعرف الانتهاك الذي ارتكبه بوتفليقة بموافقة العسكريين حين أعادوه إلى الحكم عام 99 حيث نصب رئيسا للجمهورية. ففي عام 96 كان هناك دستور تم الاقتراع عليه في الجزائر يحدد ولاية رئيس الجمهورية بفترتين، وبالتالي كان بوتفليقة قد أتم عام 2009 الفترتين وكان عليه الرحيل. في عام 2008 انتهك الدستور لاغيا المادة التي تحدد مدة الرئاسة بفترتين ورشح نفسه لمدة ثالثة، وبالتالي لم يعد هناك تحديد لمدد الرئاسة، فعد نفسه ليكون رئيسا للجمهورية مدى الحياة، وهو الأمر الذي جعل الجزائر الدولة الوحيدة في العالم العربي التي لا يوجد بها هذا الأمر. وبانتهاكه للدستور أعاد الجزائر للجملوكية، أي الجمهورية الملكية، ليبقى رئيسا مدى الحياة. وإن لم يكن قد فعل هذا ربما لم نكن لنجد أنفسنا اليوم في هذا الوضع. هذا يعني أنه في حال وفاته فسيكون سعيد بوتفليقة هو الذي سيمسك بمقاعد بطريقة أو بأخرى. لقد بدأ شقيقه بتنظيم أموره لإنشاء حزب سياسي أو تشكيل كتلة من الأحزاب السياسية ليكون له قاعدة سياسية تسمح له بالترشح في حال حدوث شيء ما لأخيه. سيد بنوار، لقد قام مؤخرا سيد بوتفليقة بإقصاء رجلين وهما شكيب خليل الذي كان يتولى حقيبة مهمة للغاية وهي حقيبة الطاقة، ويزيد زرهوني الذي كان يتولى حقيبة الداخلية. لماذا تخلى عنهما؟ إقصاء لا أعتقد أنها الكلمة الصحيحة، فلقد اضطر بوتفليقة أن يفترق عن شكيب خليل الذي كان متورطا في عمليات فساد ضخمة تدخل فيها الإدارة السابقة لشركة سوناتراك ورئيس مجلس إدارتها ونواب رؤسائها. وأكرر هنا أن سوناتراك هي الشركة الثانية عشر في العالم، وهي تشكل 84% من موارد الجزائر، فكل جهاز سوناتراك رئيس الشركة ونواب الرؤساء هم اليوم في السجون أو قيد الرقابة القضائية، فرئيس مجلس الإدارة قيد الرقابة القضائية لأسباب صحية. كل هؤلاء يقولون أنهم فعلوا ما فعلوه بأوامر من الوزير صديق بوتفليقة الحميم، وبالتالي لم يكن في استطاعة بوتفليقة الإبقاء عليه فانفصل عنه، ولكن لم يقم أي قاض بالاستماع إلى السيد خليل، مما يعني أننا أمام إفلات كامل من العقاب. لقد قاموا بنهب ثروات البلاد ولن يقدم أحد منهم للمحاسبة، فهم يرفضون ذلك لأنهم يعتبرون الشعب شيئا تافها. من برأيك من الخارج يشارك بوتفليقة وأسرته والجيش في الإشراف على سوناتراك؟ هل هي الولايات المتحدة أم فرنسا؟ لا، حاليا ومع رحيل شكيب خليل فقد تم التوازن. بوتفليقة كان له الإشراف التام على موارد النفط إلى جانب رجله الموجود على رأس شركة النفط، ويبدو أنه أساء توزيع الكعكة، وبالتالي فإن الجنرال توفيق قد تصرف بحيث تظهر عمليات الفساد على الملأ لكي يذهب خليل ويقوم هو بإعادة رجاله حتى يتم إعادة التوازن ثانية داخل سوناتراك بين بوتفليقة والجيش. وعلى هذا فعلى مدى 11 عاما كان شكيب خليل يقوم بنهب هذه الثروات ولم يتحرك الجيش، لم يتحرك إلا أواخر 2010 حيث دب خلاف بينهم في لحظة ما فأجبروا شكيب خليل على الرحيل. والذين يشرفون اليوم على ثروة الجزائر هم الاثنان معا ركيزتا النظام، بوتفليقة والجنرال توفيق، فهما ينظران على أي حال إلى نفسيهما على أنهما الجزائر، إنهما يشرفان على ثروات البلاد ويسهلان نهبها ويسيئان معاملة الشعب ويمنعان الشعب الجزائري من. لقد صرح الرئيس بوتفليقة مؤخرا بأنه سوف يقوم بمحاربة الفساد الكبير والفساد الصغير، غير أن منتقديه يتساءلون عن كيفية محاربته للفساد وهو نفسه فاسد وأحيانا مفسد. يكفي يقوم القضاء بالتحقيق مع شكيب خليل، الشخص الذي يحميه وهو الوزير السابق للطاقة من 99 إلى 2010 والذي ظل على رأس الطاقة لمدة 11 سنة،
وبالتالي على رأس الثروة الأساسية للجزائر، حيث اعترف جميع المتورطين في عمليات الفساد بأنهم تصرفوا بأوامر منه. فإذا كان بوتفليقة صادقا في مكافحته للفساد، فليترك القضاة يستمعون لصديقه الوزير. من جهة أخرى، كيف سيتسنى له اليوم مكافحة الفساد الذي تفشى خلال 11 عاما التي حكم فيها كما لم يتفشى من قبل في تاريخ هذا البلد؟ إلا أن هذا اللوم يقبل بالنسبة للجيش وأجهزة المخابرات القوية للغاية، والتي تراقب كل عمل وكل حرية لكل سياسي وكل صحفي، ولم تر بالرغم من ذلك كل هذا النهب وكل هذا الفساد. فعلى العكس، كانت هذه الأجهزة تطارد خلال هذه الفترة كل من يكشف عن الفساد. فالصحفيون الذين تجاسروا وكشفوا هذا الفساد لحقتهم أجهزة المخابرات، فالنهب ومنع الكشف عنه هو النظام المتبع والمتفق عليه بين بوتفليقة وتوفيق. هل إذا سقط واحد يستمر الآخر؟ أعتقد أن الأمر انتهى بالنسبة للاثنين. هل تعتقد أن هذه القوة العظمى سوف تصدم أمام ثورة الشعب الجزائري؟ أين بينوشيه؟ أين ذهب الاتحاد السوفيتي؟ أين هو بن علي؟ أين هو مبارك؟ في المستقبل القريب سوف نكرر طرح السؤال نفسه: أين هو بوتفليقة وأين هو توفيق؟ سوف يطاح بهما، هذا ما يقرره التاريخ. هذه الأنظمة سوف يطاح بها، وآمل أن يحاسبهما الشعب الجزائري عن نهب ثرواته وعن إساءة معاملته. لقد قرر التاريخ ذلك وانتهى الأمر بالنسبة لهما. اليوم ينبغي أن نفكر مع جميع من يريدون بناء شيء آخر في الجزائر، أن نفكر في فترة انتقالية وفي طريقة لإنجاز الأشياء بصورة سليمة دون سفك للدماء. لقد ضحى هذا البلد في الماضي بالكثير من دمائه حتى يحصل على استقلاله. حرب أهلية دامت 10 سنوات وما يقرب عن 200,000 قتيل. ينبغي أن نتفادى حلقة أخرى دموية في هذا البلد، وأن ننتقل على وجه السرعة إلى شيء آخر. إنهما وبكل تأكيد سيتشبثون بالسلطة. البعض يقول أنه يوجد بداخل الجيش فئة من العسكريين المستعدين بالفعل لتفادي حمام آخر من الدم، فهم يريدون العودة إلى ثكناتهم ليتركوا للمجتمع المدني إقامة دولة القانون. هل تعتقد أن هذا الأمر ممكن؟ هذا ممكن، بل لا مناص منه. فالجيش يمثل جهاز المخابرات الذي تحدثت عنه منذ قليل، فهذا الجهاز الذي يرئسه الجنرال توفيق هو الذراع السياسي للجيش. أما الجيش في مجمله، الجيش بالمعنى التقليدي، فهو موجود في الثكنات، ولا أعتقد أنه سيخرج في المرة القادمة ليطلق الرصاص على الشعب. إذا كان بوتفليقة يأمل في هذا أو يعتمد عليه فإنه يخطئ. الجيش لن يخرج ولن يطلق الرصاص على الشعب. هذا الأمر قد ولى وأصبح مكتسبا على مستوى العالم. إن الجيش الجزائري ليس جزءا من الجيش الليبي، ومع ذلك فقد رأينا في ليبيا العديد من العسكريين يرفضون إطلاق الرصاص على الشعب. إننا حين نتكلم عن الجيش فنحن نتكلم عن الذراع السياسي للجيش، أي البوليس السياسي الذي يقوم بمراقبة الشعب. إننا البلد الوحيد في العالم الذي يكون فيه البوليس السياسي عسكري. البوليس السياسي في تونس هو بوليس سياسي مدني يتبع وزارة الداخلية، كذلك الحال في مصر. أما في الجزائر البوليس السياسي ما زال عسكريا يتبع الجيش، ولا يحق له الاندماج في الحياة العامة للبلاد ولا مراقبة الناس ولا المطاردة. إذن فهذا البوليس السياسي ينبغي حله فورا، وإذا تم حل هذا البوليس على الفور وشارك الجزائريون في الحياة السياسية دون مراقبة منه وفي النشاط الإعلامي والنقابي، فسوف ينبثق عنه بطبيعة الحال وبسرعة كبيرة قادة جدد ونقابيون وجامعيون ونشطاء سياسيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان. فالمجتمع سوف ينفتح على هؤلاء وسيستمع إليهم وسيختار من يريد من بينهم ليقوده. لدينا إذن أمر حتمي، وهو حل البوليس السياسي حتى لا يتدخل بعد ذلك في الشؤون العامة. أما بوتفليقة فليعلن أنه سيرحل ولينظم انتقال السلطة، وإلا فإن الشعب سوف يقرر بنفسه يوما ما، قد يكون غدا وقد يكون خلال شهر، ولكن سيكون علينا في القريب العاجل أن نتخلص من هذا النظام. فالشعب
سوف يخرج إلى الشارع وسوف يهزمه خلال بضعة أيام. لنتحدث عن التعاون العسكري الدولي بشكل خاص. هناك من الخبراء والمتخصصين في العلاقات الدولية من يقول أنه إذا كان بوتفليقة قد استطاع أن يسيطر على الجيش فإن الفضل في ذلك يرجع إلى قبوله لما يعرف الحوار بين الناتو ودول البحر المتوسط، ومنها الجزائر التي انضمت إلى مجموعة بلدان البحر المتوسط غدا تولي بوتفليقة السلطة. هل الناتو منحه المظلة كي يكون التفاوض مع الجيش الجزائري في صالحه؟ ما رأيك في هذا؟ نعم، هذا من المؤكد. فقد أعاد توجيه الجيش الجزائري تجاه التعاون مع الناتو وتقديم مساهمته. وعلينا أن نتذكر أن الناتو قد شارك مع الجيش الفرنسي خلال فترة استعمار الجزائر وخلال الحرب الجزائرية. هل تعتقد أن الجزائريين يعلمون أن الناتو كان متورطا في تلك الحرب؟ لا، فهم لا يعرفون هذا. ولقد علمنا من ويكيليكس أن الجزائر قد منحت سرا الجيش الأمريكي قاعدة عسكرية في صحراء الجزائر. لقد وقعوا على اتفاقيات ومنحوا أرضا وجزءا من الأرض الجزائرية للجيش الأمريكي دون أن يعلنوا عن ذلك، وهذا يعطي فكرة ازدرائهم للشعب الجزائري، حيث أن ويكيليكس هو الذي أخبرنا بذلك. ولهذا يتعين على هذا النظام أن يرحل وبشكل نهائي، وهذا سيكون أمرا صعبا في ضوء ما حدث في ليبيا. وأنا أعود لذلك متعمدا، فالناس تقول إن القذافي شخص معتوه لأنه يسب شعبه بكل الشتائم ويصف الليبيين بالمدمنين. وإن كان هؤلاء لا يرددون ذلك صراحة فإن لديهم نفس الاعتقاد، وهم يؤمنون بأنهم غير مطالبين بتقديم كشف حساب للشعب، سواء كان ذلك على الصعيد المالي أو بالنسبة للقرارات التي يتخذونها والتي تتعلق بمستقبله الشعب وأبنائه. إنهم يكنون ازدراء تاما للشعب. كلمة أخرى بشأن الناتو فيما يتعلق بالمناورات العسكرية الجارية جنوب شرق المتوسط، إنها تجري أيضا مع إسرائيل. هل تعتقد أن مشاركة الجزائر إلى جانب إسرائيل في هذه المناورات هي نوع من الاعتراف الضمني بالدولة العبرية؟ طالما ظللنا في الضبابية فلا يمكن معرفة ما الذي قالوه أو قرروه، ولكن إذا ما تم مناقشة كل هذا مع الجزائريين في برلمان منتخب ومع السياسيين والجامعيين والمثقفين الجزائريين، يتقرر ما إذا كان يمكن القيام بمثل هذا العمل أم لا، وما إذا كان ذلك في صالح الدولة أو أنه يورطنا مع إسرائيل. نحن لا نعرف، فلم تجري أي مناقشات في هذا الشأن، وإنما يتم اتخاذ قرارات مما يجعلنا نفترض أن إخفاء ذلك عن الشعب يعني إقامة تحالفات في كل اتجاه. وحاليا لا توجد أي شفافية، ونأمل في أن تكشف ويكيليكس عن اتفاقيات سرية أخرى ربما يتم إبرامها مع إسرائيل. إننا لا نعلم شيئا عن هذا الموضوع. الوقت يمضي سريعا، وأود أن أنتهز فرصة وجودك في بروكسل وأعود إلى الإعلام لأذكر السادة المشاهدين بأنك مدير إذاعة كلمة، وهي إذاعة حرة محظورة في الجزائر، لتحدثنا عن تلك العلاقة بين وسائل الإعلام الخاص الجزائري وما يعرف بالبوليس السياسي. هناك اسم ذائع الصيت لا يعرف عنه شيئا، وهو العقيد فوزي. من هو؟ أشرح لك سريعا طبيعة وسائل الإعلام. الجزائر هي إحدى الدول النادرة في العالم التي ما زالت تحتكر فيها الإعلام المسموع والمرئي، فلا يوجد في الجزائر تلفزيون أو إذاعة خاصة، فالإذاعات حكومية منذ الاستقلال وحتى الآن. ثانيا، هناك الصحافة المكتوبة وصحف خاصة يمكن القول بأنها صحف مستقلة إلى حد ما. والكولونيل فوزي هذا هو مدير بالمخابرات، أي بالبوليس السياسي الشهير المكلف بمتابعة وسائل الإعلام وتحديد درجة ولاء البعض، والذي يتم على أساسه توزيع إعلانات الدعاية عليهم. وهذا يعني أن الاحتكار الخاص بالإعلام المسموع والمرئي ينطبق أيضا على إعلانات الدعاية التي تتولاها وكالة حكومية تقوم بتوزيعها على الصحف.
وعلى سبيل المثال فإذا أرادت أي بلدية أو منطقة الإعلان عن طلب السكرتيرة فإنها لا يمكنها التوجه مباشرة للصحيفة لوضع إعلانها. أنت إذن تريد أن تقول أن الصحافة الخاصة في الجزائر ليست مستقلة؟ على أي حال هي ليست حرة ماليا، لأن الدعاية هي حكر للدولة، فأحد الضباط هو الذي يقرر الشكل الإعلامي للدولة، فيمنح 5 صفحات دعاية لصحيفة و3 لأخرى في الوقت الذي لا يعطي صحيفة ثالثة أي شيء. إنه ضابط لم يقم أحد باختياره وليس مطالبا بتقديم كشف حساب لأحد، وهو الذي يحدد الشكل الإعلامي لدولة الجزائر. هذا هو الوضع الذي تتم به الرقابة على وسائل الإعلام. وفي حين أن هناك 60 صحيفة، فإن صحيفة واحدة أو 2 تحاول أن تكون مستقلة وأن يكون لها قراؤها وأن تستغني عن إعلانات الدعاية، فإن هناك 50 صحيفة شبه حكومية لا تستمر إلا بأموال إعلانات الدعاية، أي أموال الجزائريين التي تقوم المخابرات بتوزيعها على الصحف التي تردد طوال اليوم أن بوتفليقة هو أفضل رئيس في العالم، وإلا فإنها لن تحصل على إعلانات دعاية. يحيى بونوار، شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم. مشاهدينا، نأتي إلى ختام هذه الحلقة. أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وألقاكم بعد أسبوعين من الآن. وفي الانتظار ها هي ليلى حداد تحييكم من استديوهات تلفزيون الحوار في بروكسل. إلى اللقاء.